يحمل هؤلاء المتظاهرون لافتات تقول فلترحل أمريكا. مثل هذه المظاهرات وهذه اللافتات تظهر في إيران، في العراق، في سوريا، في أفغانستان، باكستان، لكن هؤلاء كانوا في ألمانيا وهم ألمان. هذا الصحفي اسمه يورغن إليسير من حركة ساكسونيا الحرة يدعو منذ فترة للقيام بتظاهرات لإخراج القوات الأمريكية من ألمانيا، وتدعو أيضا للمصالحة مع الروس. 15,000 سجلوا أسماءهم للمشاركة في تلك التظاهرة في لايبزيغ، لكن عدد المشاركين الفعليين فيها لم يتجاوز 2000 متظاهر. الشعارات كما قلت لكم كانت تدعو لرحيل القوات الأمريكية عن أرض ألمانيا، ودعوة لعدم تدخل الأمريكان في الشأن الألماني الداخلي. فغرد المغردون العرب، وحيد يقول لك صح أنه لقد عرفتم بعد مضي 77 سنة أنكم تحت الاحتلال الأمريكي. فواز الحربي قال فواز بعد الحرب العالمية الثانية يحتضنونهم لأنهم خلصوهم من هتلر، واليوم يهتفون ضدهم. محمد قال محمد مستحيل تخرج القواعد الأمريكية. ألمانيا كانت ولا زالت تحت الوصاية الغربية من بعد عام 1945 لأنهم شعب بنخاف منه. كانوا السبب في قيام حربين عالميتين، وإذا تخلصوا من الوصاية لا يستبعد قيامهم بحرب أخرى. عبد اللطيف قال السبب أنه منذ عام 45 بعد انتصار دول التحالف على هتلر ألمانيا محتلة من أمريكا وبريطانيا وتتحكم في سياستها، والآن الألمان بعد أزمة أوكرانيا انكشف لهم مدى تحكم الغرب بهم. يعود الوجود الأمريكي في ألمانيا إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية واتفاقية وجود القوات الأجنبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1954 سمحت بوجود عسكري دائم في ألمانيا. توجد في ألمانيا 20 قاعدة أمريكية عسكرية، أهمها قاعدة رامشتاين، فيسبادن، وبايرن وشتوتغارت. يبلغ تعداد الجنود الأمريكيين في ألمانيا حوالي 38 ألف جندي. مهمة هذه القواعد دعم الشراكة مع الشراكات مثل الناتو ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.